السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن انك ازاي تتخلص من الاحباط وتبقى شخص ايجابي. حاسس بالاحباط، مش قادر تقوم على السرير او تبدا يوم بحماس. النهارده هنتكلم عن 5 طرق هتخلي شخصيتك تتغير من شخص محبط لشخص مليان ايجابيه وحيويه. اول حاجه انك تبدا يومك حاجه ايجابيه، حاجه تقراها، حاجه تلعبها، حاجه يعني تخليك نشيط وتديك طاقه وحيويه. تاني حاجه قلل اوقاتك مع الحاجات السلبيه. ليه؟ عشان نفسك بتتاثر بالحاجات اللي حواليك، يعني الحاجات الوحشه، يعني لو حصلت قدامك انت تحس انك مش مرتاح لها او انت هتكرهها اكتر. وتالت حاجه انك تشتغل على حاجات صغيره. يعني الحاجات الصغيره دي اكتر حاجه بتفرق اصلا، وكمان انجازات تعرف تعملها وسهله وتديك انجازات كبيره مستقبلا. مارس الامتنان يوميا، يعني دي اكتر حاجه لازم تعملها، انك تجيب ورقه انا ممتن لكذا، فانا بحب كذا، انا ممتن لحد، انا هكتبها وانا ممتن ليها جدا جدا. عشان كده لازم تعملها عشان تخلي شخصيتك ايجابيه اكتر. الاحباط مش اختيار، لا، الايجابيه هي الاختيار وهي اختيارك. جرب الطرق دي وهتشوف الفرق صدقني. ولازم تقولي على الكومنتات ايه اللي حصل معاك، هل انت كنت ايجابي ولا سلبي. سلام.